الأزهري في تهذيب اللغة قال بأن أول شيء نقل عن الليث ورباعته أن النظر يأتي في اللغة العربية بمعاني، وذكر منها من ضمنها الانتظار أو معنى قريب من هذا. ولما ذكر هو ظاهرنا في الباب هذا في مادة نظر، وأورد معاني النظر حتى جاب متعدي بإلى وبمعنى غير الرؤية وكذا، وهو يكتب الظاهر أنه جعل هذه الآية فتورط وجوه يوم، قال ومن فسر النظر في قول الله وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة بمعنى الانتظار فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول ناظرة إلى كذا بمعنى منتظرة. زين توك أنت قبل في أول المادة تقول ناظرة إلى كذا، نظر كذا إلى كذا بمعنى أنت وحدك تقول قبل شوي، والآن تناقض نفسك تعصب. ولذلك أقول أفيدكم فائدة، هذا يعني علماء اللغة وأئمة اللغة قبل أن يعني تتكي على شواهدهم اقرأ سيرهم تراجمهم. إذا رأيت متعصب لمذهبه وعقيدته فأخذ ترجيحاته بحذر، حتى الزمخشري مع أنه يوافقنا في كثير من العقائد، لكن يعني له ترجيحات لغوية بنى عليها قضايا عقائدية تجدها في الكشاف. يقول البلقيني يقول قرأت الكشاف فاستخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش، استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش. ما يقول لك إمام في اللغة ولكن عنده تعصب. الأزهري إمام في اللغة نعم، ولكن عنده تعصب، لما جاء عند آية النظر ناقض كلامه. ابن مالك محمد بن مالك هذا صاحب الألفية معروف، لكن لما جاء عند لن كابر قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. الله يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا، لن يتقبل منهم. ينتبه لهذا. نعم. الأخذ، وأعود لقاعدة مرة أخرى، الأخذ بالظاهر. الآن واضح عندكم إذا كانت الآية ليست قطعية وتحتمل معاني لا يحتج بها دون تتبع لكل المسائل، هذه أمثلة.